والله اقسم بالله ورايا درس بعد شويه. اصبر يا ابني شويه. اللي اصبر شويه. اللي انت عايزه يا السلام الوطني ولسه جاي. والله العظيم لسه جاي. يعني من ساعة لما جيت لحد دلوقتي. من ساعة لما جيت لحد دلوقتي. والله لسه جاي الثاني ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله
نعم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أدناه لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. استمعنا إلى آيات الله البينات إلى الشيخ حمزة الهجرتي، والآن مع الأستاذ عبد العزيز الشعراوي مدير إدارة المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وندعو الله العلي القدير أن يجعل ما فعله الحاج الشعراوي نورا له في قبره. فما من احد بيننا الان الا وان الحاج الشعراوي له فصل معنا. كما ارحب الاستاذ صلاح رمان مدير عام الاداره ونيابه عن المدير العام، الاستاذ عبد العال علاوي رئيس الوحده المحليه الصالحيه، والاستاذ محمد خواجه المدير العام السابق للتربيه والتعليم، والاستاذ ابراهيم عبد العال الموجه للتربيه والتعليم، والاستاذ جمال سليم، والاستاذ فؤاد سعاده، وجميع الحاضرين، وعفوا نسيت احمد. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا ان شاركتمونا في تأبين والدنا العزيز الحاج الشعراوي. وإن كان ولا بد من ذكرى، فالحاج الشعراوي كان بداية للاعتراف بالجميل، ولقد سبقه والدنا الغالي الحاج السيد تسليم عوادة. اللهم اجعل هذا الصرح له في قبره نورا، فهو صاحب هذا المكان ولا ننساه ابدا. كما اذكر اساتذتنا الكرام الحاج الشعراوي عيسى مدير مدرسه الزهراء السابق، والذي عمل معلما في هذا الحقل التعليمي، وهو استاذنا الاستاذ ابراهيم ابو المجد عواد والدي، واكل له كل الاحترام، وادعو الله العلي القدير ان يسكنه فسيحا. الاستاذ عبد الرحمن محمود هريسه، الاستاذ عبد الرحمن حسين هريسه تقبل الله برحمه واسعه، والحاج احمد محمود هريسه الذي عمل بالتربيه والتعليم. كما أشارك الأستاذ السيد البرعي والأستاذ صلاح درمان وجميع العاملين في الإدارة التعليمية في تأبين النقيب إبراهيم صفا إبراهيم فقيد الشرطة وابن الأستاذ صفا إبراهيم الموظف في الإدارة التعليمية. وأسعدني أمس أن دعاني السيد الأستاذ المدير العام لحضور حفل تأبين الشهيد النقيب إبراهيم صفا إبراهيم. وأدعو الله تعالى أن يتقبل جميع شهداء الجيش والشرطة والشعب المصري جميعا فسيح جناته، وأن يسدد خطى مصر ويجعلها دائما في نصرة من دينها ومن دنياها إن شاء الله. وأدعو الحاضرين جميعا لوقوف دقيقة حداد على روح هذه الأسماء اللامعة في عالم التربية والتعليم أو الجيش والشرطة.
شكرا لكم جميعا. وعذرا فإنني لست خطيبا مفرغا إن قصرت في القول أو نسيت شيئا فهذا موقف يعني أنا لا أتعود عليه، ولكن أترك المجال لمشايخنا الكرام وأساتذتنا الكرام لكل يعطي كلمته حبا في الحاج الشبراوي والأساتذة الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور عبد العزيز الشعراوي على كلمته والتي رحب بها بسادة الحضور، والتي جعل للمعلمين رحمهم الله بالدعاء ومع السيرة الذاتية للحاج الشبراوي عبد الرحمن عوادة المدير في إدارة التربية والتعليم والأستاذ لطفي الشعراوي. فليتفضل.